ضحى حياتها انتهت على ايد واحد طمع فيها بعد ما طلبت منه سكن، والمفاجأة ان سكنها واللي كانت مسؤولة عنها هي سمر نديم. واهلها فين من كل ده؟ اهلها حكايتهم حكاية، والموضوع ده كان ليه حلقة صعبة مع الاعلامي عمرو الليثي. ضحى مش بس عاشت حياة صعبة، ده حتى كمان نهايتها كانت صعبة، وتفاصيل الموضوع بالكامل هنعرفها مع بعض من خلال الفيديو ده. لكن كالعادة وقبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا الجديدة، ده لو مش عامل علشان دي اللي هيكون عليها الفيديوهات. وصلوا على النبي. والحكاية بتبدأ ببنت اسمها ضحى عندها إعاقة ذهنية ممكن ما تكونش بنسبة كبيرة، لكن حسب كلامها وتصريحاتها على التلفزيون قالت إن أهلها عملوها معاملة صعبة. أبوها كان دايما يعاملها معاملة وحشة، ما كانتش مرتاحة معاه، حاولت تتأقلم على الوضع لكن ما عرفتش، لحد ما جه في يوم وسمعها كلام صعب جدا جدا أثر عليها نفسيا لدرجة إن هي سابت البيت ومش خلاص أنا مش هقدر أتحمل أكتر من كده، أنا حاولت أتأقلم لكن ما قدرتش، فسابت البيت وقالت هروح أشوف أي مكان أعيش فيه لأني مش مرتاحة هنا. والمصيبة الأكبر مش بس في المعاملة اللي كانوا بيعملوها لها، لا ده إنهم ما دوروش عليها تاني. تخيل بنتك تسيب البيت وتمشي علشان معاملتك الصعبة، شايف ده صح أو غلط؟ ازاي ما تدورش عليه؟ في الوقت ده الوحيدة اللي اهتمت بضحى وخدت بالها منها هي سمر نديم صاحبة دار زهرة مصر. ايوه بالظبط زي ما سمعت كده، خدتها في الدار وعملتها احسن معاملة. مش بس كده، ده كمان بلغت اهلها ان هي قاعدة معاها في الدار، عرفتهم اللي هو ممكن يزعلوا عليها ولا احنا لازم نروح نجيبها، لازم نصلح من نفسنا، لازم نهتم ببنتنا، بنتنا ما ينفعش تنام في مكان تاني غير بيتنا حتى لو كان دار رعاية. لكن مع الأسف لا دوروا عليها ولا حتى في يوم فكروا يزوروها. وهنا سمر اتعاملت معاها أفضل معاملة، اهتمت بيها نفسيا وبدنيا، وبالفعل ضحى كانت بتتحسن يوم ورا التاني لحد ما وصلت لمرحلة كويسة جدا، لدرجة ان ضحى كانت تشارك معاهم في تجهيز شنط رمضان وتوزيعها، لحد ما جاء ميعاد الحلقة مع الأستاذ عمرو الليثي. ضحى كانت ماسكة نفسها في الحلقة لحد ما جه الوقت ان هي تحكي معاناتها وبدأت تنهار بالدموع. انا عايز اقول لك ان في الحلقة دي الاستاذ عمرو جاب رقم ابوها واتصل به بالفعل علشان يكلمه. انت عارف كان ايه رد فعل ابوها؟ بدل ما يقول ايوه بنتي وسامحيني، او يقول انا هدور عليها، او انا نفسي اشوفها، او وحشتني، او عايز اطمن عليها، للاسف قفل السكة في وشه. انا على التليفون الاستاذ عبد المطلب ابراهيم. استاذ عبد المطلب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا عمرو الليثي يا استاذ عبد المطلب. بص الحقيقه بكلمك احنا على الهوا، ومعايا بنتك هنا موجوده في الاستوديو، بنتك ضحى. طب ليه قفلت الخط؟ ليه قفلت الخط؟ ده انا بكلمك يا راجل عشان خاطر تصب. ضحى بعدها انهارت بالدموع لحد ما جات اللحظة ان هي تكلم اختها. انت عارف اول كلمة قالتها لاختها؟ انت وحشتيني وانا نفسي اشوفك، تعالي زوريني. يا لورا. ايوه ضحى معاكي. انا نفسي اشوفك تاني يا لورا، انت وحشتني قوي. والله يا بنتي انا كنت عايزه اجيلك بس انا عارفه ظروفك، انا عارفه ان انت ظروفك صعبه يا لورا، بس لما ظروفك تتحسن تعالي وزوريني، وانت وحشتني قوي. قريب هجيلك حاضر. يمكن الحلقة دي تعبت ضحى وخلتها تفقد أعصابها، لكن من بعدها سمر نديم اهتمت بيها وقالت إن هي سيدة من سيدات القصر دار زهرة مصر. اهتمت بيها وخدتها معاها عمرة، وضحى يوم عن يوم بتتحسن لحد ما جه الوقت إن الدار دي تتقفل. ولحد هنا هنروح لتفاصيل جديدة وصعبة عن ضحى. من أيام فاتت وبالتحديد في محافظة اسكندرية كان فيه شاب شغال في مطعم مشهور، راجع الساعة 3 الفجر وهو مروح سكنه، وفي عز البرد اتفاجئ ببنت بتسأله ما عندكش سكن ليا؟ مفيش شقة إيجار، مفيش أوضة إيجار، مفيش أي فندق قريب من هنا استأجر منه أوضة أقضي فيها الليلة دي علشان أنا تعبانة وبردانة. طبعا هو هنا عمل إن هو قلقان عليها وخايف عليها وعايز يساعدها، فقال لها أنا معايا سكن فاضي تعالي اقعدي فيه لحد الصبح. طبعا استغل إعاقتها وإنها مش مدركة خبث اللي حواليها، وثقت فيه وبالفعل راحت معاه. وأول ما وصلت الشقة بدأ اللي هو عايز يقنعها إن هو يتعدى عليها، وهي رفضت ده، فبدأ يقنعها بالجواز، اتجوزي واقعدي معايا هنا. المهم في الوقت ده لاحظ في اللفة بتاعت هدومها اللي معاها ان في كيس ملفوف عليه الفلوس والتليفون اللي معاها، وكان معاها ذهب واكسسوارات حسب كلام سمر نديم. اشهدي بالحق. الحمد لله لابسه حلق ذهب ومعاها تليفون ولابسه اكسسوارات فضه اهي، وعندها كل حاجه، وعندها دولاب، وعندها في كل انواع اللبس.
وحسب تحقيقات النيابة إن استغل نومها وسرق منها كيس الفلوس والتليفون، وبعد ساعة ونص من نومها صحت ما لقيتش الفلوس ولا التليفون، فبدأت تزعق معاه، يعني انت حرامي، انت سرقتني، انا مش هسيبك، انا هفضحك، انا هاخد حقي منك. وهنا بدأ يفكر بالتخلص منها، وبالفعل عمل ده، نهى حياته. ايوه بالظبط زي ما سمعت كده، علشان يداري على جريمته وعلشان ما تفضحوش خلص عليه. ومن بعدها بدأ يفكر بالتخلص من جثمان، نزل تحت وراح لمحل اشترى منه شنطة كبيرة، وراح طلع فوق في الشقة بتاعته وحط جثمانها في الشنطة دي، حملها ونزل بيها الشارع. انا مش عارف ازاي، يعني المفروض انت بعد اللي عملته ده انت خلاص دلوقتي ما عندكش عقل، ازاي فكرت ان انت تحطها وماشي بالشنطة عادي؟ طبعا وقف تاكس وركب في التاكس، بدأ يمشي طبعا علشان يتخلص منها في اي مكان. عرف ان بعد مسافة في كمين، فاقنع السواق انه معاه طبعا حاجة ممنوعة ومعلش ما تكملش في الطريق ده علشان في كمين. رجع تاني، وبعد ما رجع للمنطقة اللي كان فيها نزل من التاكسي وساب الشنطة ومشي من مكانه. لكن الجهات الأمنية بالفعل حلت اللغز وقبضت عليه واعترف بكامل جريمته، رحمة الله على ضحى. ضحى اللي كانت بتتمنى ان هي تشوف اهلها ويحبوها، وكانت عايزة تطمن على اختها، وقالت لها قدام الملايين انت وحشتيني وانا عايزة اشوفك. يا لورا ايوه معاكي. انا نفسي اشوفك تاني يا لورا، انت وحشتني قوي. والله يا بنتي انا كنت عايزه اجيلك بس انا عارفه ظروفك، انا عارفه ان انت ظروفك صعبه يا لورا، بس انا لما ظروفك تتحسن تعالى واشوف المزورين، وانت وحشتني قوي. قريب هجيلك حاضر. ضحى ماتت لكن حقها لسه ما جاش، علشان كده بنطالب بحقها من اللي عمل فيها كده. اما عن سمر نديم فدي مش واحده عرفتها فتره واهتمت بيها وحنت عليها، وفي الدار اللي كانت عاملاه خلتها تحس ان هي انسانه وتستحق الاهتمام، وبالفعل وصلتها لكده. لا دي اختها اللي بالفعل زعلانه عليها دلوقتي وتقول انا مش مصدقه اني مش هشوفك تاني. مش بس كده، دي كمان بتطالب بحقها من اللي عمل فيها كده. وان شاء الله حق ضحى راجع، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي اذاه. ويا ريت كل اللي بيشوفني دلوقتي يعمل مشاركه للفيديو ده في كل مكان. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.